السلام عليكم، معاك عبد الرحمن متولي. في الفيديو النهاردة ان شاء الله هكلمك وهقولك النتيجة بتاعتك هتظهر امتى وايه الميعاد بالتحديد اللي النتيجة بتاعتك هتظهر فيه، لان انا عارف ومتأكد ان انت الفترة الحالية شغلك الشاغل كله بيفكر في النتيجة. وفي ناس كتير جدا بتطلع على السوشيال ميديا تضللك وتقولك ان النتيجة ظهرت وان انت بس مجرد ان انت تدفع لنا مبلغ معين نقدر ان احنا نجيب لك النتيجة بتاعتك. فمبدئيا كل سنة وانت طيب، عيد سعيد عليك وعيد اضحى مبارك عليك وعلى الاسرة الكريمة. وسيب لي تحت في التعليقات وقول لي انت اخبارك عامل ايه، يا رب تكون تمام وتكون كويس وتكون في احسن حال. النهاردة هتعرف بالتحديد انت النتيجة بتاعتك هتظهر امتى ان شاء الله. بس يا صاحبي العزيز، قبل ما اتكلم معاك واقول لك النتيجة بتاعتك هتظهر امتى، تعالى كده اما اخدك في رحلة في 2016 يوم ما النتيجة بتاعتي ظهرت وايه اللي حصل معايا. بكل بساطة انا كنت بدرس في قسم كهرباء، قعدت 3 سنين في تخصص كهرباء، وكنت داخل اصلا التخصص والمدرسة بالتحديد معرفش انا محتاج منها ايه، ولكن كان كل يوم والدي يقول لي احنا عايزينك تدخل معهد فن صحي. وانا ساعتها اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه معهد فن صحي وما اعرفش يعني ايه اصلا كلية هندسة. المهم زي ما تقول كده انا دخلت المدرسة علشان بس ايه، اسايس والدي وامشي ورا كلام ابويا وخلاص. ولكن لو جيت تسألني ساعتها قلت لي يا عم عبودة ايه الهدف الاساسي بتاعك من المدرسة، هقولك بكل بساطة والله يا صاحبي انا معرفش انا محتاج ايه فعليا من المدرسة. المهم يا صاحبي العزيز، عدت سنة اولى عادي جدا والدنيا تمام، وجت سنة تانية بدأت تصيع وبدأت تبوظ وبدأت تضيع، ولدرجة ان المدرسين بتوعي بدأوا يلاحظوا عليا ده. كنت بهرب كتير جدا من المدرسة علشان اروح العب بلاي ستيشن، واخر اليوم ارجع البيت اكن كنت في المدرسة عادي جدا. دخلت سنة تالتة وما كنتش اعرف ان سنة تالتة بالنسبة لي هي اهم سنة. ما كنتش اعرف ان السنة دي بالتحديد هي اللي هتبقى السنة المفصلية في حياتك، اللي المفروض ان انت تركز فيها من اول يوم كل يوم على مدار السنة كلها. دخلت سنة تالتة وانا مأهمل اصلا في سنة تانية، وفضلت مأهمل سنة تالتة كلها من اولها لاخرها، لدرجة يا صاحبي العزيز ان انا اتفصلت مرة في سنة تالتة، وكنت هتفصل المرة التانية لحسن حظ ان الغياب ساعتها اترفع من علينا، ولو كنت استنيت كمان 3 مرات غياب كنت اتفصلت المرة التانية. وساعتها لو انت اتفصلت مرتين في المدرسة بتاخد الملف بتاعك وبتمشي من المدرسة، ما عدتش بتكمل فيها. يوم ما اتفصلت اول مرة من المدرسة عملوا لي حاجة اسمها استدعاء ولي امر، لان انت بتعمل حاجة اسمها اعادة قيد بتاعك علشان يتم قبولك تاني ويتم اعادتك تاني يعني في المدرسة. وساعتها كان لازم ان انت تجيب ولي الامر بتاعك. انا فاكر اليوم ده كويس، رحت قلت لابويا ان انا اتفصلت وجالهم جواب، وبعتولي يعني جواب للبيت ان انا اتفصلت ولازم ولي الامر بتاعك يجي. انا فاكر ان انا في اليوم ده انا بعمل اعادة القيد ابويا هزقني تهزيق موت قدام المدرسين بتوع اللي هو مكتب الشؤون، هزقني فعلا. انا فاكر اليوم ده كويس، وكان ساعتها هيضربني وكان ساعتها هزقني جدا، وقال لي انا عايزك تلتزم وعايزك ان انت بقى تبدأ ان انت تذاكر وتبدأ ان انت خلاص امتحاناتك قربت. وقلت له خلاص ماشي مفيش مشكلة وهلتزم وحاضر، وعنيا عينيا دي قبل دي ومش عارف ايه. وبعد كده لما عملت اعادة القيد كنت اروح المدرسة اهرب، اروح العب بلاي ستيشن مع زمايلي اللي ساعتها كنا نطلع كل يوم نهرب. كنتش بحضر بس غير العملي، الحصة الواحدة بس في العملي، لان العملي بتاعك بيبقى حصة او حصتين في الاسبوع، احنا كان بالنسبة لنا بتبقى حصة واحدة بس في العملي على مدار الاسبوع. فدي بس اللي كنت بحضرها لان كان الغياب بتاعها كبير جدا وعليها درجات كبيرة جدا، هو ده اليوم الواحد اللي كنت بحضره. المهم يا صاحبي العزيز، كنت هتفصل المرة التانية في سنة تالتة، ولكن ربنا سترها معايا وجينا بقى في فترة الامتحانات. احنا عندنا في المدرسة بتاعتنا كان النظام في الامتحانات سنة بتمتحنها في المدرسة نفسها، والسنة التانية اللي بعدها بتمتحنها في مدرسة خارجية. لحسن الحظ بالنسبة لي ان السنة بتاعتي كان الامتحان بتاعي في مدرسة خارجية. على ما اتذكر كنا بتمتحن في مدرسة الزراعة تقريبا يعني على ما اتذكر، وما يكونش بس ايه خانتني الذاكرة. المهم بكل اختصار وبكل بساطة رحت الامتحانات. عايز اقولك ان انا يعني في كل امتحان حرفيا كنت ببقى داخل والله العظيم ما بيبقاش عندي بنسبة 10% من الامتحان اللي انا داخله. تقريبا نسبة 10% ديت نسبة كبيرة جدا جدا جدا. انت متخيل ان انت داخل الامتحانات انت مش عارف ايه اسماء الامتحانات اللي انت داخل تمتحنها،
والعكس كده ان انا كنت في سنة اولى اصلا كنت كويس جدا، وكنت الى حد ما من الشطار لان كنت داخل وحاطط قدامي تحدي. ولكن لما بدأت اتصاحب على كام واحد كده وبدأنا ان احنا نهرب كل يوم من المدرسة، ده اثر عليا بشكل كبير جدا في الامتحانات. عايز اقولك ان انا يوم امتحان الرسم ده والله العظيم داخل الامتحان بقلم رصاص بس. انت متخيل ان انت في امتحان رسم في سنة تالتة عليه تقريبا 100 درجة، المفروض بتبقى داخل بمسطرة حرف تي، وداخل بمثلث، وداخل ببرجل ومنقلة واستيكة. انا داخل الامتحان ده والله العظيم داخل بقلم رصاص بس. عايز اقولك ان الامتحانات دي اتعدت بستر ربنا. كان قدامي واحد صاحبي الله يرحمه توفي، ده كنت باخد منه على قد ما اقدر، وكنت بحاول ان انا الم اي حاجة من اي حد علشان انا عايز انجح، مش عايز ان انا اعيد السنة، ومش عايز ان انا اسقط في السنة دي بالتحديد. فكنت بحاول ان انا الم اي حاجة من اي حد في اللجنة. المهم جت اللحظة الحاسمة يا صاحبي العزيز، وهي لحظة اعلان النتيجة. تا 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 تا. اللحظة اللي انت حاليا قاعد مستنيها، لحظة النتيجة. اللحظة دي عدت عليا في 2016. انت متخيل 4 سنين وكمان 3 سنين دلوقتي وداخلين كمان في 4 سنين، فانت بتتكلم في حوالي من 7 ل8 سنين. اللحظة اللي انت بتعيشها دلوقتي عدت عليا من 7-8 سنين. الوقت عدى بسرعة جدا جدا جدا. ولكن عايز اقولك ان انا يوم النتيجة يا صاحبي العزيز انا اتصدمت من النتيجة بتاعت اللي انا جبتها. حرفيا انا ما كنتش مصدق، وكنت مذهول جدا من النتيجة بتاعتي، لدرجة ان انا قلت لهم ان النتيجة دي مش بتاعتي، واكيد دي نتيجة حد شاطر. بجد والله كنت مستكتر النتيجة على نفسي قوي، لان انا عارف ان الامتحانات بتاعتي عدت كده، يعني ما انا ما كنتش داخل مذاكر اصلا. المهم يوم النتيجة لما عرفت ان النتيجة خلاص ظهرت، كان ساعتها كنت شايل تليفون كده سامسونج تقريبا، او تليفون كده صغير وبيلقط واي فاي عادي جدا، تمام. وساعتها ما كانش لسه عندنا واي فاي، ما كانش لسه عندنا في البيت انترنت، بس كنت سارق واي فاي من بيت جنبنا. علشان القط الواي فاي ده لازم بطلع فوق على بسطة السطح الاخيرة من الدور التالت فوق، تمام. كان واحد صاحبي كان عامل روت للتليفون بتاعه، فكنت واخد منه الواي فاي ده. قدرنا ان احنا نلنك الواي فاي ونجيب الواي فاي عادي جدا. المهم يا صاحبي العزيز في اليوم ده طلعت جريت، لما عرفت ان النتيجة ظهرت طلعت جريت وقفت على البسطة فوق، عملت لينك للشبكة للواي فاي وخلاص كونكت والدنيا تمام. دخلت بحثت على النتيجة بتاعتي وكتبت رقم الجلوس بتاعتي، وظهرت لي النتيجة. تا 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 تا. اللحظة اللي كنت عايز انط فيها من الدور التالت من كتر الفرحة اللي انا فيها، بجد مش مبالغة. لقيت نفسي يا صاحبي العزيز جايب 77 وفكة، يعني 77 مثلا و2 مثلا في المية. انا ما كنتش مصدق ان النتيجة دي بتاعتي. كنت فرحان جدا، كنت فرحان بغباء اكني طالع الاول على المدرسة. المهم نزلت جريت على امي وقلت لها ان انا نجحت وفرحي وانا جبت 77% وبتاع. فامي فرحت، وامي بقى ايه زاطت مع الزيطه وفرحانه، وابني حبيبي خلاص اتخرج، ابني المهندس، ابني التنين المجنح، ابني اللي دغدغ الدنيا، ابني اللي هكر التعليم. وفرحانه جدا وانا فرحان. ولكن معرفش ان لما ابويا هيعرف النتيجة ديت هيزعل جدا مني وهيتأثر جدا بسبب النتيجة، وامله اللي كان حاطه فيا اتدمر للحظة من ساعة ظهور النتيجة. لما ابويا عرف زعل جدا، وحس فعلا ان انا خلاص ما عادش ليا مكان في التعليم، وان 77% دول مش هيقدروا ان هم يدخلوني اي حاجة. وساعتها قرر ان هو يخرجني من التعليم ويدخلني اي مكان او اي مجال اتعلمه كشغل علشان اسافر. وبرضو وداني ان انا اتطوع في الجيش، ورحلة التطوع في الجيش وكنت اتكلمت عليها قبل كده. ولكن ساعة لحظة النتيجة فعلا تم اعلان رسميا في البيت ان انت كعبد الرحمن هتوقف تعليمك لحد المرحلة ديت، ومش هتكمل تعليمك
ابدا مدى الحياة، لان ال77% بتوعك دول اصلا مش هيدخلوك حاجة. تمام. وبعد كده بقى ايه، جت قصة تانية كده طويلة عريضة هنبقى ان شاء الله بإذن الله نتكلم عنها في فيديوهات جاية ان شاء الله. المهم بالمختصر المفيد، انت دلوقتي ممكن تتساءل وتقول يا عم ايه اللي دخلنا في موضوع النتيجة وايه اللي دخلنا مش عارف ايه، وانت المفروض ان انت هتعرفني النتيجة بتاعتها هتظهر امتى. هقول لك بكل بساطة يا صاحبي العزيز، حبيت ان انا افتكر معاك الذكريات الجميلة دي، لان انت في اللحظة دي هتبدأ ان انت تكون ذكريات بعد 5 6 7 سنين، هتبقى بتفتكر في الذكريات دي زي ما انا بفتكرها معاك دلوقتي. وتقريبا مفيش انسب وقت وانسب فرصة ان انا احكي لك بس القصة الصغيرة دي غير دلوقتي، لان هي حصلت معايا في نفس التوقيت ده بالظبط. المهم نرجع بقى تاني لموضوعنا والنتيجة بتاعتك ان شاء الله باذن الله، لان في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بتطلع تقول لك ان النتيجة بتاعتك ظهرت، ولكن انت ان شاء الله باذن الله صاحب العزيز النتيجة بتاعتك هتظهر من 10/7 لحد 15/7. في ناس بتقولك ان النتيجة بتاعتك هتظهر من 5/7 لحد 10/7، ولكن انا بقولك ادي كمان 5 ايام كده، اي وقت بدل ضايع اضافية، لان في الغالب النتيجة دايما بتظهر في نص 7. فانت ما تفضلش معشم نفسك ومقلق نفسك ان النتيجة هتظهر في اول 7. لا يا سيدي، ادي لنفسك فرصة كمان عادي جدا لحد نص 7. يعني انت من لحظة ما انت بتشوف الفيديو ده اعتبر ان انت لسه قدامك بالظبط 20 يوم والنتيجة بتاعتك تظهر، وان شاء الله باذن الله النتيجة بتاعتك هتظهر وتجيب النتيجة اللي تفرحك وتفرح اهلك وتبقى مبسوط جدا من النتيجة بتاعتك. وان شاء الله باذن الله هيبقى في قدامك فرص كتير جدا ان انت تكمل في حاجات كويسة وكليات كويسة ومعاهد كويسة، من خلالها ان شاء الله ان انت تقدر تحقق كل اللي نفسك فيه. بس كل اللي انا عايزه منك ان انت الفترة دي تفرح بالعيد، تنبسط، تزقطط، تطلع تتفسح، تطلع تروح راس البر، جمصة، تطلع تصيف. المهم ان انت الفترة دي ما تشغلش دماغك ابدا بالنتيجة بتاعتك. ليه؟ لو انت فضلت ان انت تفكر في النتيجة من دلوقتي فانت هتزعل وتكتئب وتتضايق من كل مادة انت خرجت منها ما حلتش فيها كويس، وهتبقى حاسس نفسك مضغوط وضاغط نفسك لأصلا حاجة لسه ما حصلتش في حياتك. فما تشغلش دماغك بالمستقبل، اشغل دماغك بس في الفترة الحالية. ركز بس في انبساطك وفرحتك دلوقتي، وركز بس في ان انت تخرج بره التعليم شوية، في ان انت تتبسط وتعيش حياتك شوية. ويوم النتيجة يا سيدي لو قدر الله حصل حاجة ازعل ساعتها، ولو فرحت ساعتها فافرح فرحتك ساعتها، انما ما تفكرش في حاجة لسه ما حصلتش. وبس كده يا صاحبي. يا رب يكون الفيديو عجبك، وطبعا يعني كل سنة وانت طيب، وما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده بلايك، لان اللايك بتاعك بيساعدني. وان شاء الله باذن الله اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.